حياكم الله مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج بصراحة، معي أنا عمار الصالحي. الانقسام العربي قبيل الانتخابات المقبلة، هل هذا الانقسام سوف ينعكس على استحقاق المكون في محافظة كركوك؟ التدخلات الخارجية، شكل التحالفات القادمة للمكون العربي، العشائرية الطاغية داخل المكون العربي، الرمزية، كل هذه المحاور سوف أطرحها على ضيفي في الاستوديو في هذه الحلقة. السيد طلال الجبوري، عضو مجلس مدينة كركوك السابق، حياك الله وأهلا وسهلا بك ضيفا عزيزا علينا. والسيد قيصر الجبوري، السياسي العربي، حياك الله وأهلا وسهلا بك. سيد قيصر، خليني أبدأ وياك سيد طلال على الانقسام العربي اللي نشوفه بالآونة الأخيرة في محافظة كركوك، لكن قبل هذا خليني أبدأ وياك حول عمل مجلس محافظة كركوك وأيضا الاستحقاق للمكون العربي في محافظة كركوك. شلون شفت عمل مجلس محافظة كركوك؟ أيضا لك تجربة سابقة في هذا المجال من ناحية تشريع القوانين، من ناحية الدور الرقابي، أين هو مجلس محافظة كركوك الجديد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. تحية لجنابك والأخوة المشاهدين، حياك الله، لهذه الفضائية المحترمة. في الحقيقة الانقسام يعني بموضوعية ليس هو عربي فقط، نعم، هناك انقسام في كافة الأخوة بقية القوميات، أيضا هناك تقاطعات وهناك طرف راضي وطرف غير راضي لجميع المشكلين والفائزين في الانتخابات، سواء كانوا أحزاب أو أعضاء مجلس حاليا. بالنسبة للعمل المجلس، طبعا الكل يعلم أن المجلس تشكل بهذه الطريقة، يعني العدد الموجود 9 أعضاء من مجموعة الأخوة السبعة المقاطعين، وهذا العدد في الحقيقة يسبب إرباك في عمل المجلس. بصراحة الأخ رئيس المجلس أكثر من رائع ولديه قدرة ولديه إمكانية، ولكن هو في وضع لا يحسد عليه. نعم. بسبب إيش؟ بسبب أن إذا كان هناك أحد الأعضاء مسافر، أحد الأعضاء غير موجود، أحد الأعضاء ذهب للحج على سبيل المثال، هذا الأمر يؤدي إلى إيش؟ إلى عدم إكمال النصاب وعدم الاستطاعة بعقد جلسات المجلس. ناهيك عن الجهة المقاطعة إلى هذا اليوم، أنت تعلم والكل يعلم أن هناك جهة مقاطعة للمجلس ولم تعود لتمارس عملها. فرئيس المجلس باعتباره هو السلطة التشريعية العليا في المحافظة بحاجة إلى، بالتأكيد بحاجة إلى أعضاء، يعني المجلس مكون من أعضاء ولجان، واللجان هذه طبعا عديدة وكثيرة، ومنها خدمية ومنها رقابية وغير ذلك. هذه اللجان الآن هي شبه معطلة بصراحة، يعني بسبب السبب الرئيسي هو عدم اكتمال نصاب دائما. يعني خلينا في هذه الحيثية، عذرا المقاطعة سيد طلال، نعم. لكن هل لغاية الآن وجود مبرر للمقاطعين بعد قرار المحكمة الاتحادية ومن ثم الذهاب إلى المحكمة الإدارية ونقض القرار، وبالتالي المقاطعين لهم ناخبين انتخبوهم يريدون من عندهم خدمة لمناطقهم لقراهم، فبالتالي هل أسباب المقاطعة موجودة لغاية الآن؟ والله يا أخي عمار بصراحة يعني احنا رأينا الطرفين، يعني نتحاور ونتناقش، كل من له أسبابه وكل من له يعني معطيات. الاتفاق الذي حدث في فندق الرشيد وكانت مخرجات الاتفاق هو تشكيل المجلس والإدارات الموجودة والسيد المحافظ وما إلى ذلك. الطرف الثاني لديه رؤية أخرى، يعني تبين لي يعني بصراحة حتى أكون أبسط لك إياه كمثل. نعم. الأمثلة تضرب ولا تقاس. الأخ عمار يعاني لا سمح الله من مرض معين، ذهب إلى طبيب وطبيب قال له سوف أجري لك بتر لساقين، والآخر قال له ساق واحدة، فبالتأكيد منطقيا وعلميا يريد أن يحافظ على ساق واحدة. نحن العرب الآن نعمل بساق واحدة، وهذه أيضا ليست دخيلة، يعني نحن يعني أهلنا وأجيال اللي قبلنا كانوا يلعبون لعبة الشتشام، وهذا ما حد ربما ما يعرفونه إلا الأخوة العرب. نعم. فنحن قادرين على لعبة الشتشام، ولهذا مضت الأمور بهذه الصورة، أقل الخسائر، أقل الخسائر، يعني مع تحفظات الآخرين على آلية التصويت وآلية في عقد الجلسة وغيره. هناك تعرف أنت كثير من الأمور والتقاطعات، للكل لديه أسباب والكل لديه مبررات. فنحن
غايتنا الآن يعني ما نصبو إليه وما كنا نتمناه أن تمضي الأمور بطريقة لا يكون أحد خارج هذا العمل. مجلس المحافظة والإدارة في كركوك هي بحاجة إلى مقومات، وهناك بالتأكيد مكونات في كركوك تنتظر الخدمات وتنتظر أمور أخرى، وأنت تعلم الكثير من الفقرات هي الآن معطلة، فيما فيها موضوع التعيينات مضى عليها أشهر، وبقية المحافظات مضت وعبرت شوط في هذا الأمر، ولكن في كركوك بسبب هذه التصدعات والتخندقات ربما أثرت سلبا حتى على عدم تعاون العاصمة بغداد في كثير من الملفات. نعم، وهذا التساؤل خليني أنقله لأستاذ قيصر. أستاذ قيصر، هذه التجاذبات وهذه الصراعات وهذه الانقسامات انعكست على المواطن في محافظة كركوك وخصوصا المكون العربي، وشفنا حتى بالأيام المضت هناك اتهامات وهناك فيديوهات انتشرت. هذا الانقسام شنو ذنبه على المواطن في محافظة كركوك، وتحديدا المكون العربي أصبح ضائع؟ احنا يمكن راح تجينا انتخابات، واكيد راح تجينا انتخابات النيابية المقبلة، بالتالي راح يروح من زخم هذه الانتخابات، خاصة المكون العربي جاب الأول من ناحية 75% انجرف للتصويت للانتخابات. تحية لك ولجمهورك. جنابك، هذا السؤال ينطرح على الطرف الآخر المعارض. نعم. لأداء عمل مجلس محافظة كركوك. ما ذنب المواطن إن لم يحصل على خدمة؟ الغاية من العملية الانتخابية وترشيح شخص معين ومن ثم فوزه ووضع الثقة فيه، وهذه أمانة كبيرة. الغاية أنه تقديم خدمة للمواطن، فإذا كانت الخدمة مفقودة، ما المبرر أصلا من وجود شخص يدعي أنه يمثل طيف واسع من أبناء المكون العربي أتحدث عنهم؟ بصراحة المقاطعة باتت غير مبررة تماما، لأن أي شخص بإمكانه أن يطعن في أي قرار في المحكمة الإدارية أو المحكمة الاتحادية فيما يخص أي أمر معين في أي دائرة معينة، ولكن بعد صدور قرار المحكمة الإدارية أو المحكمة الاتحادية في موضوع معين وعدم الامتثال لهذا القرار، أنا بالنسبة لي أعتبره هو عدم إيمان بقرار القضاء العراقي. ما أنت اليوم رحت مؤمن ورحت اشتكيت من القضاء وقدمت مظلوميتك، ومظلوميتك ردت عليك، فما المبرر من المقاطعة؟ برأيي هناك جهات أخرى تحاول جاهدا وعملها المستمر في التسقيط وركوب الموجة ويعني الساق التهم بالآخرين. قساوة الأوصاف التي وصفت بها الحكومة المحلية في محافظة كركوك وضعت المقاطعين في حرج. اسألني كيف يعني؟ نعم، ما هي قساوة الأوصاف للملتحقين أيضا؟ أنت يعني من القومية أنت وصفتني اليوم أني خائن وأني بعت كركوك وأني أوصاف كثيرة طبعا. كيف اليوم أنت تروح تلتحق بمجموعة وصفتهم بالخونة وباعوا قضية كركوك وكذا وكذا؟ أنا أعرف الكواليس كلها بصراحة لأني مهتم بالشأن السياسي. أطراف لا تريد لكركوك الخير سوى خدمة مصالحها الشخصية، أطراف مفلسة تتربص ليلا نهارا في ركوب أي موجة كانت، وصلوا إلى يعني إلى مستويات لا ترقى أن تكون لشخصيات سياسية لها باع طويل في العملية السياسية منذ 2003 إلى الآن. خذ مثال قضية الحاج راكان في اليومين الماضيين. نعم. قضية الحاج راكان ركبوا مجموعة من الأشخاص ركبوا موجة استدعاء الحاج الرمز الكبير راكان الجبوري إلى المحكمة. هذا أمر طبيعي، ربما وزير سابق أو أسبق يستدعى إلى القضاء للاستفسار أو الاستقدام أو أي أمر آخر، أو ربما حتى الاتهام،
والرجل الذي يذهب إلى القضاء يمتلك الشجاعة ويمتلك الأدلة على براءته. وهذا موضوع الحاج راكان لم تتم مداهمة منزله وأخذه مغفورا إلى جهة أمنية وكذا. الحاج راكان استدعي والرجل ذهب إلى القضاء وامتثل إلى القضاء. ما الداعي إلى تهويل هذا الموضوع الكبير؟ طبعا أنا جبت هذه الحادثة كشاهد على الغاية من هذا التهويل اللي صار، الغاية هم أفلسوا سياسيا، والجمهور المكون العربي جمهور عاطفي، جمهور يتفاعل، جمهور صاحب غيره. فأرى من المعيب جدا أن نركب الموجة ونستغل الموقف برمته في سبيل تمرير دعاية انتخابية لا تنطلي على الشارع أصلا. ذهاب الحاج راكان ومن ثم عودته من بغداد موضوع طبيعي جدا غير معيب. هذا الرجل تخيل وصلوا إلى حد أنه أخوة من الأحزاب الأخرى ومن المكونات الأخرى دونوا على صفحاتهم الشخصية وقالوا نحن من قدمنا الشكوى على الحاج راكان، وهذا من حقهم، قدموا شكوى وأدلة موجودة يعني تدمغ الاتهام الذي اتهموا الحاج راكان به. ما المبرر والداعي إلصاق هذه التهمة بأطراف عربية سياسية وركوب موجة معينة، وربما لأن الحاج راكان أخافهم سيشارك في الانتخابات فاستهدفوه سياسيا، وكركوك الآن وصفوها بالوضع الخدمي المتردي. وأنت اليوم ترى كركوك يعني بأحسن حالاتها، لا يوجد خرق أمني، موضوع النفايات الذي كنا نعاني منه قد انتهى، وموضوع الكهرباء يعني حالنا حال أي محافظة عراقية أخرى، والأمور تمشي على قدم وساق. ما الداعي إلى تهويل هذا الموضوع والاستقبال بطرق جميلة؟ هي في الحقيقة الخيل العربية والموسيقى والكذا، كأن هذا الشخص قد قضى سنين من عمره في السجن ومن ثم خرج منتصرا. نعم، هي حرب المنتصر فيها خاسر. نحن مكون عربي يجب أن ندعو إلى الوحدة، يجب أن نعم. سيد طلال، هذا الانشطار أو الانقسام أو الاختلاف داخل المكون العربي له تداعيات خطيرة حتى على الانتخابات القادمة. لو نجي على الأسباب الحقيقية، هل أنه اليوم العشائرية هي كانت السبب الرئيسي في هذا الانقسام داخل المكون العربي، أم أنه المناصب اللي توزعت بطريقة هاي العشيرة دون هاي العشيرة، أم بسبب الملتحقين؟ شلون احنا اليوم نوصف المشهد العربي؟ طبعا في الحقيقة هي جملة أسباب، نعم، منها ما ذكرتها حضرتك ومنها لربما سنتطرق لها في معرض الحديث. نعم. أولا موضوع العشائرية موضوع خطير جدا ودخيل على المكون العربي في كركوك. نعم. أتكلم لك عن تجربة طويلة في العمل السياسي منذ عام 2005 وأول انتخابات في كركوك. كان العربي، المواطن العربي أينما كان، يذهب يعطي صوته للشخص اللي يعتقد بأن لديه إمكانية أن يمثله ولديه شجاعة ولديه صفات القائد، بغض النظر عن العشيرة اللي كان ينتمي لهذا الشخص. كافة العشائر في كركوك دخلت علينا هذا القضية، يعني لربما دورة انتخابية سابقة بدأ هذا الموضوع يذكى من قبل البعض. نعم. العشيرة الفلانية مضطهدة، العشيرة الفلانية تمثيلها ضعيف، استحقاقات كذا كذا. بالنتيجة هذا التخندق الآن العشائري، ومع كل الأسف في كركوك فقط الآن، يعني الشارع يشعر كأنما الانتخابات باقي لها شهر، بينما تذهب إلى أخواننا البقية في بقية الأحزاب الموجودة في كركوك والقوميات الموجودة وكأنه ماكو انتخابات. لا شفنا تجمع عشائري ولا تجمع ديني ولا طلع شخص الشيخ فلان يؤيد فلان. ونحن الساحة العربية الآن عاجة تقاطعات، تجاذبات، مد وجزر وزعل. يعني هذا الموضوع يتحمل مسؤولية أساس السياسيين بصراحة، يعني اللي هم متصدرين المشهد السياسي. يجب أن يكون هذا الموضوع ما يكون دخيل علينا في كركوك بهذه الطريقة. أكو نقطة كسياسي دائما تطرح: لماذا جميع القوائم العربية في محافظة كركوك زعاماتها من خارج محافظة كركوك؟ ليش ما أكو قائمة عربية أو تحالف عربي في كركوك زعيمه من كركوك، فبالتالي هو أدرى بالعشائر والعرب في محافظة كركوك وراح يمثل قضيتهم؟
استاذ عمار، هذا الموضوع بصراحه اتعبنا كثيرا، يعني تحدثنا به قبل يمكن 20 سنه. بصراحه يؤسفنا جدا يعني. نعم. مع كل الاسف لدينا في كركوك زعماء، لدينا ارقام، لدينا رموز سياسيه موجوده، بغض النظر عن الرموز العشائريه. يعني اشوف اني في رموز العشائريه محترمه ومكانتها كبيره، ولكن تدخلها في العمل السياسي يسبب احراج ويسبب مشاكل ويسبب تقاطعات ويسبب تخندقات بهذه الطريقه. نعم. من المؤسف كركوك اصبحت ساحه، يعني كمكون عربي. يعني اني شنو اللي يخليني اني ابو الانبار وابو الموصل وابو دياله وابو بغدادي يتدخل في عملي سياسي في كركوك، ونحن لن نذهب الى هذه المحافظات قطعا. لم نشكل حزب في هذه المحافظات، لم نذهب ناخذ دور اهل هذه المحافظه. هذا السبب الامر، يعني هذا اللي حدث سببه ايش؟ سببه ان الاخوه الموجودين هم الزعماء السياسيين، كان المفروض هم يتبنون موضوع تشكيل كيان سياسي جامع في كركوك يجمع كل الاحزاب الموجوده. يعني بصراحه يعني الى اليوم احنا ما عندنا جهه هي مرجع رئيسي في كركوك للمكون العربي، وهذه مشكله دكاكين انتخابيه. شوف الان بعد اسبوع، بعد 10 ايام، كم حزب راح ينزل في كركوك وكم مقر راح ينفتح، وكلها تغلق بعد الانتخابات. يعني هذا العمل هو آلية العمل هي مو صحيحة. احنا في ظروف صعبة كنا في كركوك عام 2005 و6 و7 و8 و9، لدينا زعماء سياسيين الله يرحمه، احدهم ابو صدام، رجل كبير سن، يعني كان نقعد امامه كنا انا والاخ محمد خليل والله يرحمه والاخرين، وحجره كان ايضا كان عضو مجلس. الرجل من يملي علينا موضوع معين، يعني قدرنا ان احنا مجموعه قليله بعدد الاصابع ان قضيه كركوك الخلافات الموجوده نجلس مع الامم المتحده، نجلس مع الاخوه الاتحاد الوطني والديمقراطي، نتحاور. اتفاقيه 2/12 احنا كتبناها باليد، اتفاق يعني كان الجهه الضامنه كيغن هاورد، الفريق الاعمار الجانب الامريكي في كركوك. ذهبنا الى بغداد، ذهبنا كذا، كان اكو مركزيه رغم قله العدد. اليوم الساحه يعني مع كل الاسف غير واضحه، وسببها عدم وجود تنظيم سياسي. التمويل ممكن التمويل سيد طلال؟ يا اخي ما نريد تمويل. يعني احنا الان العرب في كركوك بشر كميه هائله. يعني شو المشكله الظاهره اني واستاذ قيصر والاخرين اذا قدرنا يكون عندنا مقر، واذا قدر يكون عندنا نديم هذا المقر ونديم، يعني ترى مو موضوع صعب جدا. اكو كثير من المنظمات عايشه على جمع مبالغ وكذا، افضل من ما اني امد يدي الى جهه خارجيه والجهه الخارجيه هي تملي علي ما تريد. احنا سابقا ما نستمع لاحد، ثق بالله العظيم، ما نلزم تليفون في مؤتمر او في جلسه او في حوار لان احنا متفقين على موضوع معين، ولا استمع لاحد ولا احد يقدر يتصل بي لان انا ما حد صاحب فضل علي، ولا اني شخص معين داعمني من جهه اخرى حتى اكون اني امامه مثل الجندي وانفذ. انا مثل مكون واعرف مصلحه المكون. نعم، خلينا نشوف راي استاذ قيصر في هاي الحيثيه. استاذ تعريج بصراحه يعني نعم. بالنسبه للموضوع العشائري، احنا نعم. نعرف العشيره هي اللبنه الاساس اليوم في بناء المجتمع العراقي بشكل عام. موضوع العشيره ممكن استثماره ايجابيا من باب التنافس الانتخابي. اليوم احنا لدينا عشائر محترمه، جميع العشائر محترمه. العشيره عندما تزج باحد ابنائها في الخوض بالانتخابات ومن ثم الحصول على مقعد نيابي، هنا يكون وضع العشيره باحسن حالاته من ناحيه الخدمه، لان تعرف انت هذا ابن جلدتهم، ابن منطقتهم، ابن معاناتهم. لكن ما يصير على حساب بقيه العشائر. استغلال ايجابي. انا جايك نعم. احنا اليوم ماكو انتخابات برلمانيه خضناها وحصلنا على العدد القانوني المحدد لموضوع يعني القوائم التي في البرلمان. اليوم موضوع العشيرة أنا أعتبره بصراحة موضوع إيجابي جدا، ومن حق العشيرة أن تفتخر وتزج بأبنائها الذين يمتلكون المؤهلات لخوض الانتخابات. فيما يخص موضوع المقرات الحزبية، لدينا ربما يعني نماذج في هذه المحافظة اطلعنا عليها
منذ الانتخابات المحلية السابقة هناك بعض الأحزاب لم تغلق أبوابها وخرجت من عباءة الدكان الحزبي الذي يغلق أبوابه بعد انتهاء الانتخابات، ولا زالت لحد هذه اللحظة تقدم الخدمات والتسهيلات إلى جمهورها الذي منحها الثقة. قضية مهمة جدا فيما يخص تدخل الزعامات من خارج كركوك، هو موضوع أيضا بجانب إيجابي. اليوم أنا نائب أمثل طيف من أهالي كركوك، ماذا أفعل أنا شخص أو شخصين أو 3 أشخاص؟ ماذا أفعل وسط 325 أو 328 نائب في بغداد؟ من يستمع لي؟ كيف أمرر قضية معينة تخص أهالي كركوك؟ لا بد من التحالف والاتفاق مع أحزاب كبيرة لديها عدد من المقاعد كبير في داخل قبة مجلس النواب العراقي. اللي مرت علينا بالأشهر الماضية موضوع الأراضي اللي بكركوك، من وقف لنا؟ احنا اللي وقف لنا أنه أكو حزب سياسي لديه 30 أو 37 نائب في البرلمان، لكن أيضا متهم هذا الحزب بأنه مرر السلة الواحدة مقابل قانون الأراضي الزراعية في محافظة كركوك لكي يستفاد مثلا من قانون العفو العام. بالتالي أنا أتكلم عن موضوع أنه لماذا اليوم سياسيي كركوك ينتمون إلى أحزاب كبيرة في البرلمان. أنا نظرت إلى الجانب الإيجابي. الإيجابي اليوم أنا وحدي لا أستطيع تمرير أي قرار داخل مجلس النواب ما لم أكن أنتمي إلى حزب لديه كتلة كبيرة تساعدني في إتمام موضوع معين. وموضوع المرجع في محافظة كركوك لدينا مرجع سياسي. أنت حتى لو تجي على المرجع الديني راح تشوف أكثر من مرجع ديني موجود على مستوى البشرية. كيف إذا كان سياسي؟ لدينا مراجع سياسية لديها باع كبير جدا في موضوع يعني في موضوع محافظة كركوك، وهي تمثل أهالي كركوك ولديها إرث حضاري كبير كمعالي الدكتور محمد تميم المحترم. هذا الرجل الذي ليس مدحا والله العظيم، أنا شهادتي بالدكتور مجروحة، ولكن هو حمل على عاتقه هم هذا المكون في كركوك ويقاتل منذ 20 سنة على من أجل الحصول على حقوق المكون العربي في محافظة كركوك. لذلك أرى أن ننظر إلى الجوانب الإيجابية في بعض المواضيع. احترامي لرأي ابن عمي أستاذ طلال. نعم، خلي نشوف رأي أستاذ طلال في حيثية التحالفات القادمة بالانتخابات البرلمانية في ضوء كل هاي التجاذبات اللي شفناها أو اللي نعيشها وسجل سيد طلال. شلون راح نشوف ممكن شكل الانتخابات؟ ممكن اليوم وتعرف أنت بأنه السياسة مصالح، فعدو الأمس يمكن صديق اليوم. ممكن نشوف قائمة عربية موحدة تخوض إلى الانتخابات القادمة في محافظة كركوك، الانتخابات النيابية، أم صعبة بعد اللي صار صعبة؟ أولا نعالج على موضوع. نعم أخي قيصر، طبعا رموزنا معروفة وإحنا يعني واضحة بالساحة السياسية. ومعالي الدكتور محمد تميم اللي 20 سنة أنا كنت معاه 20 سنة باعترافه. هو يعني يقول لي عملنا سويت اللي 20 عام. فالدكتور محمد تميم رمز ورقم لا يمكن أن يعني رمزية عربية وشخصية وطنية لا يمكن يعني تغاضي هذا الموضوع. وكذلك الأخوة حتى اللي عملوا في الساحة السياسية اللي عندهم بصمات، والأخرى كان أيضا عمل في السياسة ودورتين نائب برلمان ومحافظ 7 سنوات لكركوك. هؤلاء هم يعني هم مراجعنا السياسية بالتأكيد. يعني هذا الموضوع لا يقبل الشك ولا يقبل. نعم. ولكن التشعبات اللي تحدث في كركوك مؤخرا والانشقاقات اللي جنابك الآن تتحدث عنها. نعم. يعني اليوم احنا المواطن هو الضحية في كل الأحوال بصراحة. يعني نشوف المواطن الآن مرتبك ومربك أين يتجه؟ تسقيط، كلام غير دقيق، يعني انشقاقات، تجاذبات، مد وجزر ما بين الآخرين. ولكن بالنتيجة احنا بصراحة خلال يعني هاي الفترة القادمة ما نتمناه، ونحن يعني أنا الآن أعمل مع مجموعة معينة على موضوع، على أنه يجب أن يعني ربما 50% نتجاوز هذه العقبات. الخلاف لا ينفع، والتقاطعات أيضا ترمي بظلالها في مرحلة الانتخابات بالتأكيد. فحتى نكسب ثقة الشارع
يكون الخسارة والضرر لا سمح الله أقل. يجب أن يكون هناك نوع من يعني نكران الذات، نوع من التسامح، تجاوز العقبات البسيطة. وهذه يعني أهل الكرم كرام، فبالتأكيد إن شاء الله يعني ربما هناك بعض الأمور سوف يعني يصار إليها قريبا، وسوف تكون النتائج إيجابية إذا ما حدث هذا الاتفاق وإذا ما حدث هذا التوجه. أما البقاء الوضع على هذا الاتجاه، كل من ذهب إلى كل من يغني على ليلى، نعم. هذا التوجه اللي ذكرته سيد طلال أيضا، يعني دوركم راح يكون سياسي بالانتخابات المقبلة، أيضا كدور سياسي للسيد طلال الجبوري ممكن أن يكون في الانتخابات القادمة، وشلون راح تكون هذا الدور من خلال جمع الفرقاء في المكون العربي؟ ما هي الآلية؟ أستاذ عمار، يعني احنا منذ صغر على الدور الإداري حتى نعم. بعدين أعرج لك، منذ صغر تعلمنا مقولة طالب الولاية لا يولى، وكنا نحترم هذه يعني كمبدأ. ولكن تبين اكو مقولة لطيفة جدا للسيد الحلبوسي: مالك هيبة يا المالك شر. فأنا راح أعمل ضمن هذه المقولة الأخيرة بصراحة، حتى نقدر يعني حقيقة نقدر نرمي بظلالنا ونقدر نكون لنا بصمة بالعمل القريب المستقبلي. يعني احنا مو موضوع بعيدا عن الترشح انتخابات وبعيدا، نعم. ولكن عندنا هم. يعني احنا عملية سياسية عملنا بها من 2005 في ظروف صعبة، وقضية كركوك تدولت في عهد احنا كنا نعمل به، وذهبنا شرقا وغربا والى ذلك، وفقدنا واعطينا ضحايا ما ممكن نحن يعني بعد هذا الاستتباب الامن وبعد هذا الوصول للمكون العربي، يعني 6 المقاعد اللي حصلنا عليها ليست بقليله بصراحه يعني في مجلس المحافظه. ولكن شنو الفائده اذا هي الان هي اضعف حلقه المكون العربي في المحافظه، 3 اعضاء من مجموعه الاخرين والآخرين مقاطعين. يعني حقيقة هي مشكلة، بيضة في قبائنا الآن. هي مشكلة، يعني هي مشكلة الآن. يعني بصراحة حتى في زمن كان عدد الأعضاء 6 أعضاء في مجلس المحافظة، والأخوة التركمان 9، والأخوة قائمة التأخي ما تسمى في حينها 22 عضو مع الرئيس. أيضا كان لنا صوت، وأيضا كان لنا قرارات، وأيضا كان لنا مقترحات وتحترم، والجهات الأخرى ضاغطة على توافقات رغم العدد القليل مقارنة بالبقية، رغم قلة العدد ورغم قلة الإرادة السياسية ورغم كل الأمور اللي احنا الآن في هذا الوقت وهذا الزمن لدينا وجود، لدينا تمثيل، لدينا استقرار. يعني الوضع الآن نحن جميعا لا نحسد عليه كعرب في كركوك. يعني نتمنى لن تذهب بهذا المنحنى. هذا الأمر يعني حقيقة حتى الناخب العربي يراقب، يقول لك احنا طلعنا وانطينا أصواتنا وكان عندنا هالقد عدد الأعضاء هذول لازم يكون لهم دور بالمحافظة. الآن يعني المجموعة العربية في المحافظة يعني ماكو قرار تقدر تاخذه كمجموعة عربية، وحتى المشاركين ما يقدروا يتخذون قرار في حالة إذا قام أحد الأعضاء وطلع برا وانتهى الموضوع وما يصير. نعم. خليني أشوف التدخلات الخارجية. قبل لا أرجع لك على التدخلات الخارجية، خليني نشوف رأي أستاذ قيصر بما ذكر السيد طلال. صراحة أنا أستغرب، قبل كنا أقل العدد، لكن رغم هذا كان عندنا قرار، كان عندنا ثقل أكبر من الآن. من الناحية القانونية أنا أتعامل مع واقع ومع قانون. نعم. من الناحية القانونية لا يمكن لأي مجموعة لا تمتلك النصاب إملاء قرار معين على الجانب التشريعي. هذا فيما يخص هذا الموضوع. نحن أبناء اليوم فيما يخص الأعضاء اللي موجودين حاليا في حكومة كركوك المحلية، الأعضاء هم فاعلين جدا، وأستاذ طلال أشهر هسه أي عضو بيهم يريد اليوم يغادر الجلسة وما يمشي القرار. هذه أنا أعتبرها بصراحة من الشطارة ومن الذكاء السياسي، أنه أثناء الاتفاق حسبوها صح، وإنه اليوم إذا رئاسة المجلس أو المحافظة أرسلت أي قرار يحتاج إلى التصويت ما لا يمكن إجبار. بس هو سلاح ذو حدين، أنت من تصير نصف زائد واحد فقط مثل ما ذكر أستاذ طلال، هو سلاح ذو حدين. واحد ما عجبه، زعل، تمرض، سافر، يوقف عمل المجلس. ما هم الثلاثة اليوم، ما احنا لو كان عندنا 12 13 اذا واحد راح 2 راح كتلة واحدة لا يمكن. نعم. لا يمكن تهميش عضو غادر ربما للحج او تمرض او اي امر اخر. هذا العضو يمثل جهة سياسية ويمثل حزب معين، لا يمكن تهميشه
في قرار معين انحل محله شخص اخر. ليش تهمشوا البقيه العد؟ البقيه يقول لك احنا العد ليش تهمشنا؟ ما حد تهمش. نعم. مقاعدهم موجوده وغرفهم موجوده ويتواجدون في بعض الاحيان في داخل المحافظه. وازيدك يعني معلومه، حتى الاخوه التركمان الاستاذ احمد رمزي حضر جلسه معينه. نعم. وطالب بحقوق اهله، والرجل يعني كمل عدد موجود في داخل الجلسه. اتصور ان الموضوع انتهى. هؤلاء الناس المحترمين هم فقدوا يعني شرعيه انه نحن مقاطعين ونحن كذا بعد قرار المحكمه. لابد لهم خليني اسالك في نعم. هاي الحيثيه سيد قيصر. اكو كلام يقول بانه المقاطعين يقول لك احنا بعد قربة الانتخابات نعم. النيابيه، فبالتالي اذا نلتحق هاي الورقه هم نخسرها، فخلينا نلعب على الورقه الانتخابيه، فبالتالي تكون دعايه انتخابيه بان احنا ما التحقنا وحتى امورهم تمشي. اتكلم نعم. لك كلام قاسي. نعم. انت تعرف شوف تمسك الاعضاء الحاليين من الاكراد والعرب المشكلين للحكومه، تمسكهم باخوانهم اعضاء المجلس المقاطعين العرب والتركمان، هناك دليل على تمسكهم وحبهم لالتحاقهم. اليوم اكو قانون نظام داخلي. نعم. العضو اللي ما يحضر كذا جلسه ممكن اتخاذ قرار باستبعاده واستبداله. تمام؟ ليش ما يتخذ هذا القرار؟ جنابك لازم ننظر لهذه ليش؟ ربما حتى تعطيل بعض الجلسات على مود لا تصير عدد الجلسات كبير، وربما تتخذ اجراءات في عزل او استبدال عضو المجلس. هذا تمسك، هذه دعوه لهم. ايدينا ممدوده لكم، التحقوا واخدموا جمهوركم. هذا فيما يخص لا يمكن اللعب. الانتخابات لا زال هناك عدة أشهر لموعد الانتخابات 11/11. لا يمكن اللعب بهذه الورقة بهذا الشكل والاستمرار بهذا الموضوع. ما هي مستمر، صار سنه يقول لك ما بقى لي انا بعد 4-5 اشهر، خلي استمر على هاي الورقه حتى ليش التحق واخسر جمهوري، حتى اقول انا بعدني مقاطع. هذا دليل على عدم التفكير بمصلحه المكون ومصلحه المواطن ومصلحه خدمه المواطن. ان كنت انا مو حر التصرف اليوم اخي، انا امثل اشخاص، انا مؤتمن على اصواتهم، انا اقدم لهم خدمه. كيف ابقى العب بورقه معينه لغايه ما تجي الانتخابات واركب هذه الموجه واسقط واصف هذا الشيء موجود. البعض يقول هيك، هذا الشيء موجود ممكن ربما بنسبه قليله، ولكن انا اتصور ان الاعضاء المقاطعين هم اذكى كثيرا من المضي بهكذا خطوه ربما تجبر الاعضاء الحاليين باتخاذ قرار معين واستبعادهم من مقاعدهم في داخل المجلس. نعم. خلينا نشوف رأي أستاذ طلال. احنا كلنا نعرف بأنه كل انتخابات تجي اكو هناك تشظي ما بين القوميات المكونات إلا أحزاب سواء من مختلف محافظات العراق، لكن اللاعب الإقليمي والدولي يكون ضاغط في تشكيل حكومة، ضاغط في توحيد قوائم، ضاغط في تشكيل تحالفات. فبالتالي اليوم ايش قد ممكن التدخلات الخارجيه، اللاعب الاقليمي والدولي يضغط على المكون العربي، على السياسيين العرب، بالتالي يعيدون ترتيب صفوفهم واوراقهم، وممكن يرجعون من جديد في تحالفات قد تكون منسجمه حتى لو كانوا اعداء في ما يخص مجلس محافظه كركوك. استاذ عمار، لا تعليق على هذا السؤال، لأن من العملية السياسية إلى نعم. اليوم أنا ما متعرف على عامل إقليمي أو خارجي أو كذا. إذا أكو عامل إقليمي بهذا الزمان وأكو هكذا تأثيرات فهذه معيبة جدا. لكن هي موجودة تحسها لو ما موجود؟ ما أعرف. خارج العراق أنا لا أحترم أي توجه، أي عمل، أي تدخل خارجي من أي جهة معينة. لسنا ضعفاء إلى هذا الحد، ولم نتعامل هذا التعامل بصراحة، يعني بصراحة وأمام الإعلام. خلينا لو تسألني عن التعاملات الداخلية أقدر أجاوبك. نعم. خلينا نرجع التعاملات الداخلية. التعاملات الداخلية اللي هي الرموز نقول رموز الموجودة داخل القوائم، بالتالي تضغط. وكلنا نعرف مثلا السيد الحلبوسي عنده مشاكل أو عنده تقاطعات مع السيد الخنجر. نعم. وبالتالي قد يكونون هم الشخصيتين البارزة بالمكون السني والعربي في كل العراق، بالتالي راح يكون ثقلهم كبير في الانتخابات
القادمة، فبالتالي راح يضغطون في قوائم معينة. أيضا هناك يعني السيد أحمد الجبوري، أيضا السيد مثنى سامرائي. لكن شلون راح تكون ممكن شكل التحالفات؟ هل راح تكون ضغوط ما تكون مثلا فد 10 15 قائمة، ممكن بس قائمتين بس 3؟ يعني يشاع إعلاميا، يشاع بأن هناك تقارب، ربما مبادرات من جهات معينة على تقارب ما بين السيد الحلبوسي والخنجر. نعم. ولربما تحدث هذه الأمور وسبق وأن حدثت يعني. نعم. هي بالتأكيد من مصلحة المكون، وترمي بظلالها على كركوك بالتأكيد، لأن كثرة القوائم في كركوك هي مضرة للجميع. يعني كمكون عربي يعتبر مكون ضعيف وخاسر فيما إذا تعددت القوائم الانتخابية. نعم. هذا الموضوع وارد يعني، لربما نعم. يحدث، وهم أيضا بالتأكيد ينظرون إلى مصلحة كركوك، إلى مصلحتهم كحزب سياسي يرمي بظلاله على عديد من المحافظات. هذه بادرة إذا حدثت هي جيدة جدا. نعم. هل ممكن المكون العربي على الدشوفة خلال الأشهر القادمة من جديد يزحف أيضا مثل ما زحف لانتخابات مجلس محافظة كركوك، ومن جديد قادرين السياسيين اليوم العرب في كركوك أن يستقطبوا من جديد الشارع العربي ونشوف نفس الزخم للتصويت الانتخابات؟ هذا الأمر متفائل لو ما متفائل حضرتك؟ يعني أكو تفاؤل، لكن نسبة غير عالية جدا. ولكن أيضا هذا الأمر متعلق بما تصل إليه المفاوضات والقوائم والتقاطعات الموجودة والتصدعات الموجودة ما بين الكتل السياسية. إذا صار التقارب اللي تحدثنا عنه، نعم، وهم أي مواطن عربي، أبسط مواطن بالشارع يقول لك أنا أذهب باتجاه الانتخابات عندما أرى المكونات السياسية وزعماء العرب موحدين. أما إذا كل من يغني على ليلاه ويرفع شعار وهذا يقاتل هذا، يعني هو مو قتال، نعم، ولكن هي خصام، يعني معركة انتخابية بصراحة. نعم. هذا ما حد يتمنى هذا الموضوع أن يكون بهالصورة. التسقيط السياسي وأنت فعلت وأنت عملت، هذه أمور جميعها هي مضرة بالعملية. نعم. خلينا نشوف رأي أستاذ قيصر بالتدخلات الخارجية، وأيضا انطيني تعقيب حول ممكن توحيد الرموز على أقل تقدير لقوائم انتخابية تكون قليلة وواضحة في الانتخاب. بصراحة باختصار، أنت كمواطن اليوم، نعم، كركوك عراقي، هل يستطيع العامل الدولي أن يتواصل معك ويملي عليك أن تنتخب فلان أم فلان؟ مستحيل هذا. لكن في تشكيل التحالفات، في تقارب أجيب بين وجهات النظر. اليوم أنا مؤمن جدا، نعم، أن التقارب بين أي زعامات سياسية وارد جدا، لكونهم يشتركون مهما كان هسه الخصام اللي نشوفه بالاعلام. لا يوجد خصام لحد النخاع كما يقال. نعم. جميعهم عراقيون. نعم. وجميعهم مؤمنين بالنظام السياسي، ولذلك اشتركوا في العملية السياسية. نعم. ووارد جدا أن اليوم يتحالف سين مع صاد لخدمة للصالح العام. فيما يخص القوائم جنابك، متى دخل المكون العربي، أتكلم عن المكون العربي، نعم، متى دخل المكون العربي منذ تغيير النظام إلى اليوم في قائمة واحدة؟ أصلا الدخول في قائمة واحدة أمر فيه إشكال من الناحية الفنية. هناك ماكسيمول لعدد المقاعد في القائمة الوحدة، هناك تقاطع في ضوء قانون الانتخابات اللي هو 1.7 أو 9. أمور فنية ربما المواطن نعم، حتى توزع المقاعد وبعدين يصير تحالف. حتى من ناحية أخرى، من ناحية المنافسة الشريفة في الانتخابات، نعم، هناك عشائر تدعم قوائم معينة، وعشائر أخرى ربما تقاطع العملية السياسية برمتها إن لم يكن لها قائمة أخرى متنفس آخر لها. فالمواضيع يجب أن ننظر لها من جانب آخر ومن جانب دقيق. جمهورنا واسع والجمهور العربي بخير، وسوف يشارك، وهي سجلها علي. نعم. سوف يشارك في الانتخابات القادمة بقوة لإثبات الوجود في هذه المدينة. نعم، إذا أنت متفائل متفائل جدا. نعم. طبعا متفائل جدا. نعم، أشكرك جزيل الشكر السيد قيصر الجبوري السياسي العربي. شكرا لحضورك ولقبول الدعوة لكل ما أدليت به. أيضا الشكر موصول للسيد طلال الجبوري عضو مجلس مدينة كركوك السابق. أشكرك جزيل الشكر وشكرا لقبول الدعوة. أيضا مشاهدينا الكرام الشكر موصول إليكم. ألتقيكم في الحلقة القادمة ومحور آخر وضيوف آخرين. تحياتي وتحيات فريق العمل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى اللقاء.